بدأ العد العكسي كذلك، هذا ما كنا نتحدث عنه. بدأ العد العكسي لسحب العملة السورية التي تحمل صورة الرئيس السابق بشار الأسد من السوق السورية لتحل مكانها عملة جديدة تحمل تصاميم جديدة. بالفعل يعني رويترز كشفت أن سوريا تعتزم طباعة العملة الجديدة في الإمارات عن طريق شركة عملات كما ذكرنا، وفي ألمانيا بدلا من روسيا. روسيا في عقود راح تستمر، ولكن حين تنتهي سيبدأ الطباعة في مكان آخر. العملة السورية الجديدة نوف ليس واضحا حتى الآن هل سيكون هناك إصدار باسم جديد بفئات جديدة بحذف أصفار. الصورة أسهل شيء، التصميم أسهل شيء، ولكن يعني نحن حاولنا نعرف إذا كان في إصدار جديد واسم جديد للعملة. البيان البنك المركزي السوري قال أنه كل الأمور قيد البحث، وهذا في إشارة ربما، لأنه عادة الدول اللي بتدخل بموجات هايبر انفليشن أو تضخم مفرط، انهيار كبير للعملة، بس تخلص منها وتبدأ مرحلة جديدة عادة تحذف أصفار من العملة. هذا شفناه مثلا بإسرائيل، عندهم هلا عملتهم اسمها نيو إسرائيلي شيكل بعد هايبر انفليشن. تركيا صارت هيك عملية، بالبرازيل حدث أمر مشابه، وبالتالي يمكن أن يحدث أمر من هذا القبيل في سوريا.